نختم أيها المؤمنون بالشواهد عياذا بالله على أن العبد لا يعرف قدر ربه، عافانا الله وإياكم من هذا البلاء. وأقولها سردا لا يستطيع الإنسان أن يذكرها فرادا: قسوة القلب، تكبر على الخلق، البعد عن قيام الليل، بخس الناس حقوقهم، وظلم العباد، وهذا تبع للأول. فبخس الناس حقوقهم وظلمهم من أعظم الدلائل أن العبد لا يعترف بسلطان الله جل وعلا عليه. المجاهرة بالمعاصي، يقول الله موبخا من عصاه: ألم يعلم بأن الله يرى. اليأس من رحمة الرب تبارك وتعالى، القنوط من روحه جل وعلا، هذه وأضرابها. وقلت أعتذر عن التفصيل فيها، تدل من حيث الإجمال على أن العبد ما عرف قدر ربه تبارك وتعالى. خاتمة المطاف أيها المؤمنون، كلنا نملك أشياء لا يلبث أن تنفد، والله جل وعلا وحده من لا تنفد خزائنه. الله جل وعلا وحده من لا تنفد خزائنه، فحري بعبد نفدت خزائنه أن يسأل ربا لا تنفد خزائنه. الإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء، وانقطاع العلائق إلى الرب الخالق جل جلاله، وأن يجمع الإنسان شتات أمره ويضعها بين يدي الله، وأن يفزع الإنسان إلى ربه في الملمات مع شكره تبارك وتعالى في حال السراء، قرائن عظيمة على أن العبد يعرف ربه جل وعلا. واللجوء إلى الرب تبارك وتعالى واستغفاره وكثرة التوبة تعين على طاعة الرب جل وعلا.